ريال مدريد يقهر أوساسونا في الليغا. تاريخ معقد لريال مدريد أمام أوساسونا. برشلونة يحلم بضم مدريدي سابق. ريال مدريد يكشف سبب غياب شواميني. أنشيلوتي يتحدث عن منافسة فينيسيوس ورودريغو. مودريتش مطلوب من الدوري الإنجليزي. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة جديدة. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتحفيزنا بعمل لايك للفيديو. ننتقل الآن من العناوين إلى تفاصيل النشرة. نجح ريال مدريد في تقليص الفارق مع برشلونة في الدوري الإسباني بعد الفوز على أوساسونا في الجولة 22، ورفع الفوز رصيد الريال 51 نقطة من 22 مباراة بفارق 5 نقاط عن برشلونة الذي لعب مباراة أقل. وحقق الريال المطلوب أمام أوساسونا، والتركيز الآن على مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل في الأنفيلد. ويدخل الريال مرحلة مهمة من الموسم بعد مواجهة ليفربول. سيلعب الملكي مع أتلتيكو مدريد في الليغا، ثم مع برشلونة في نصف النهائي بكأس ملك إسبانيا. خاض ريال مدريد مباراة مهمة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني، ومهمة الريال لن تكون سهلة على الإطلاق في هذه المواجهة، لأن الفريق خسر خدمات المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بسبب انزعاجات عضلية، واضطر أنشيلوتي للجوء إلى رودريغو مرة أخرى في مركز المهاجم الصريح لتعويض غياب بنزيما. ورغم أن المهاجم البرازيلي يقدم موسم جيد، لكن الفريق يعاني دائما بغياب القائد بنزيما. والأكيد أن أوساسونا أزعج الريال كثيرا في المواجهات الأخيرة، فبغض النظر عن الغيابات، وخلال آخر 5 مباريات خاضها الفريق الملكي ضد أوساسونا حقق الفريق انتصارين فقط، بينما تعادل في 3، وكان آخرها لقاء التعادل في مباراة الذهاب هذا الموسم. ولو رجعنا آخر 10 زيارات للريال إلى ملعب آل سدار الذي احتضن المباراة، سنجد أن الريال انتصر 5 مرات فقط مقابل هزيمتين و3 تعادلات. أعلن نادي ريال مدريد عن سبب استبعاد لاعبه بشكل مفاجئ من قائمة الفريق لمواجهة أوساسونا ضمن منافسات الجولة 22. وقال الريال في بيان: لن يلعب شواميني في مباراة أوساسونا. وأضاف: غادر اللاعب بعثة الفريق في اللحظة الأخيرة بسبب إصابته بالإنفلونزا، ولم يسافر أمام بولانا. واختتم التقرير: قرر الجهاز الفني بقيادة أنشيلوتي استدعاء ماريو مارتن وإلى قائمة المباراة بدلا من شواميني. يذكر أن الريال فقد أيضا خدمات الفرنسي كريم بنزيما والألماني توني كروس للإصابة. تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن مدى انشغاله بمباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا والمنافسة بين فينيسيوس جونيور ورودريغو. وعلق أنشيلوتي على صورة كرة القدم الإسبانية مع أزمة برشلونة الأخيرة: أنا أركز على المباريات ليس أكثر من ذلك. هل هناك أشخاص يشككون في المسابقة؟ لن يكون ذلك جيد. يجب أن تكون الرياضة نظيفة، وعلينا التعاون جميعا لتحقيق ذلك. وتطرق مدرب الريال للحديث عن ألفارو رودريغيز قائلا: يبلي البلاء الحسن تواجد في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عام مؤخرا، وهذا سبب عدم الاستعانة به في المباريات الأخيرة. هو فتى نثق به ولاعب لا نملك مثله. وعن جودة المنافسة بين فينيسيوس ورودريغو في الجانب الأيسر قال: لا، سيكون من الجنون وضعهما في منافسة. ما يحدث أننا في بعض الأحيان نعتمد على أسلوب 4-4-2 مع تواجد فينيسيوس ورودريغو في الأمام. وعن مواجهة ليفربول في الأبطال قال: نعرف ليفربول جيدا. بات نجم الوسط الكرواتي لوكا مودريتش مطلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يعرفه تمام المعرفة منذ تقمصه ألوان توتنهام. ووفقا لتقارير صحفية، فإن توتنهام يفتح ذراعيه للاعبه السابق من جديد. وأوضحت شبكة الناسيونال أن توتنهام يرغب في الاستفادة من خدمات مودريتش من جديد من خلال الحصول على توقيعه في صفقة مجانية حال عدم تجديد عقده مع الريال. ويرتبط لوكا الذي يبلغ من العمر 37 عام بعقد مع إدارة الريال يصل لخط النهائي في يونيو القادم. ولم يوقع اللاعب على عقده الجديد مع إدارة فلورنتينو بيريز حتى الوقت الراهن، مع توقعات بإمكانية استمراره لموسم آخر في أعباء لويس بلانكوس. وحال بيجدد مودريتش مع الريال، سيسعى سبيرز للانقضاض على خدماته والحصول على توقيعه من جديد، ومنحه فرصة الاعتزال في الفريق الذي كان بوابته للتألق في أوروبا، ومن ثم الانتقال لعملاق القارة العجوز. لم يلعب لوكا لأي فريق في إنجلترا أو دوريات أوروبية كبرى إلا لتوتنهام قبل محطة ريال مدريد التي جاءت في 2012 في صفقة كلفت خزينة الميرينجي 40 مليون يورو. تحدث المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز عن فضيحة إدارية أثناء فترة تدريبه ريال مدريد، وصرح: لقد تم إقصاء الريال من كأس ملك إسبانيا بسبب خطأ إداري بعد إشراك تشيرشيف في مباراة قادش. وأضاف: لقد حذرت الجهاز الإداري بالنادي 3 مرات من إشراك اللاعب، ومع ذلك وقع الخطأ، وبعد رحيلي أظهر أني سبب المشكلة. ودافع بينيتيز عن مسيرته القصيرة مع الريال خلال موسم 2015-2016. وتابع: لقد تصدرنا مجموعتنا في دور الأبطال وكنا خلف برشلونة بنقطتين في سباق الليغا. نمتلك مباراة مؤجلة منذ رحيلي، وسع الفارق مع البارسا ل 12 نقطة. وكذب بينيتيز
أنبأ التوتر علاقته وقتها ببعض نجوم الملكي مثل مودريتش ورونالدو، وشدد حاولت تحسين طريقة تسديد رونالدو للركلات الحرة، وبعد رحيله كان معدل تسجيله منها ضعيفا، ولكن لم يتطرق الإعلام لهذه المشكلة. وأتم: أنا في انتظار عرض جديد، هناك أندية مثل برشلونة لن تفكر مطلقا في التعامل معي لأنني عملت مع الريال، لكن الوضع يختلف نسبيا مع أندية أخرى مثل أتلتيكو مدريد. أعلن أولمبياكوس اليوناني رسميا فسخ تعاقده مع البرازيلي مارسيلو، وانضم البرازيلي لأولمبياكوس مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الريال. وقال أولمبياكوس في بيان على تويتر: تود عائلة أولمبياكوس بأكملها أن تشكر مارسيلو لتعاونه ووجوده مع الفريق. وأضاف: كان الوقت الذي مكثه قصيرا، ولكنه كاف لإنشاء روابط أبدية في اليونان. سيكون لديك أصدقاء دائما. وحسب شبكة ريليفو الإسبانية فإن مارسيلو سيغادر الأولمبياكوس لأنه تلقى عرض من فريق أجنبي. وأشارت لأن مسؤولي الأولمبياكوس ومارسيلو سعداء بقرار الفسخ، خاصة أن العرض الذي حصل عليه اللاعب مميز على المستوى الاقتصادي. وأوضحت أن مارسيلو سبق أن ارتبط بالانتقال صوف النصر السعودي لمزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. عزيزي متابع قناة مدريد نيوز، هل تثق في الفوز بلقب الليغا؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات.